هنبتدي بأول طريقة وهي طريقة الديزاين. الميزة في الطريقة دي إن هي بتكون بعيدة تماما عن الماكسيمم مومنت في النيجاتيف في الرافت، لأن أنا بوصل عند العمود، ويمكن أنا مش محتاج حتى غير زي ما الكود كان بيقول 7.5 سنتي بس، يا دوب نربط السياخ في بعض. ولو حصل إن إحنا قربنا شوية من المومنت فيبقى يفضل نعمل الطول الرباط اللي هو الضغط اللي هو 60 الفاي. ولما بنكون عندنا حديد سفلي فنخلي بالنا ان احنا ما نوصلش ابدا عند العمود ونوصل في نص البحر دوت في الرافت فاونديشن. عيوب طبعا الطريقه دي ان احنا بيكون فيها هدر كتير، لكن تعالوا نشوفها وبعد كده نشوف الطريقه اللي بعديها ومميزاتها وعيوبها. نعلم عليه كده وننقلهم بره الرسم بتاعنا عشان لو نسينا او اي حاجه نرجع تاني للفكره ونفهم ازاي بتشتغل. طيب هنبتدي بالحديد. افضل حاجه وعن تجربه واشتغلت بيها وطلعت بيها شغل هي الباس رينفورسمنت دوت. افضل حاجه هتشتغل بيها على برنامج الريفت وتطلع بيه التفاصيل بتاعتك، وهيكون تقدر تتحكم في طول السيخ، فبالتالي هتلاقي ان الموضوع سهل. طبعا في طريقه تانية وهي الاريا، وممكن نبقى نتكلم عليها، وبرضو الطريقه دي ممكن تستفاد بيها لانك انت بتعرف تتحكم في كل سيخ انت عايزه يطلع ايه، وفي الاخر بنتحكم في البرزنتيشن زي ما احنا شفنا في الفيديوهات اللي فاتت. لكن انا بفضل طريقه الباس رينفورسمنت، وهنشوف وهنعرف ليه هي الافضل. دي طبعا ناس كتير بتقول بتستخدم في الحديد الاضافي فقط، انا بستخدمها في البلاطه وبستخدمها كمان في الحديد الاضافي. هروح على الباس بتاعي كده وهبتدي اعلم على البلاطه، وهو بيبتدي يقول لك ارسم بقى الحديد اللي انت عايز يكون في البلاطه دي. قبل ما اروح انا دلوقتي هبتدي احط الحديد اللي في الاتجاه الاكس، يعني يفضل انك انت تظبط اللوحه بتاعتك وتظبط البرزنتيشن بتاعك، يعني تيجي هنا في الفاونديشن وتقول دوت الاكس دايركشن عشان فيما بعد هنشوف الواي دايركشن. طيب عشان اشتغل على الاكس دايركشن فانا بروح لما بمشي كده السياخ بتاعتي كده بتطلع في الواي دايركشن. لما امشي كده السياخ اللي هو شايف المربع الاسود ده طول السيخ بتاعك. فانا مثلا قدامي دلوقتي انا عايز امشي في اتجاه الاكس، عايز امشي كده، فانا ممكن ابتدي باول سيخ هنقول له بوتوم. يبقى احنا كده هنوصل فين لو بوتوم؟ نوصل في نص البحر. فممكن ابتدي اقول له المسافه انا عايز 5 مثلا في المتر، فاي 16، البرايمري بار لينس هيكون 3 متر ومن غير اي هوك، وهبتدي ارسم. طب لا هترسم ازاي؟ هرسم كده. طيب ممكن نبتدي من تحت، وحتى لو ابتديت من فوق مفيش مشكله، وهنرجع نعمل ايه؟ نقلب الشكل بالمنظر ده وده سيان. طيب ابتديت ب 3 متر، لقيت الوصله بتاعتي جت فين؟ جت في النص بالظبط زي ما انت شايف. طيب لو انا كملت، طول ما انا بكمل هي مظبوطه عندي وصف الاعمده مظبوط، يبقى الوصله دي ممكن تكمل معايا ال 3 متر بالكامل. هدوس فينش كده، يبقى انا حطيت 80 فاي 16 كل 200 ال ب 300. في الغالب هو ممكن ما يطلعلكش دوت، يعني في الغالب هو ممكن ما يطلع لناش الشكل ده ويطلع لك شكل تاني. هوريكم ازاي بنعدل ده ونغيره بس في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. طيب بعد كده انت عملت كده خلاص، بعدت عن الوصله وظبطتها، عايز ترسم السيخ اللي بعد كده. هنروح ناخد الباص تاني ونروح جايين معلمين على المكان ده، بس المره دي مثلا السيخ انا هخليه 12 متر او ممكن اخليه 9 متر بحيث ان انا اكمل السيخ دوت. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. اقول له 9 متر وفاي 16 وكل 20، وهاجي برضو من الخط بتاعي دوت واروح جاي كده 9 متر. انا قربت قوي من الاعمده زي ما انت شايف، هتلاقي انك انت جيت في منطقه اعمده بالظبط،
فممكن نقول خلاص التلاتة دي ممكن نجيبها في الاخر، فانا ممكن اخلي ده يكون 12 متر، يكون هنا مثلا افضل 12 متر اغطى العمود بتاعي، وممكن اوصل انا بعد المسافه دي ما فيهاش مشكله طالما احنا عدينا. وطبعا هنيجي هنا لازم نعمل الايه المتر الكامل بتاعنا عشان الموضوع يطلع مظبوط. ف ممكن كمان ما تمشيهاش كلها، يعني ممكن انا مثلا حل تاني ان انا ما امشيش ده كله، لا امشي مثلا لحد الجزئيه دي، واللي هيجي يكمل هنا هيكون مثلا 6 متر، وبعد كده اقعد اكمل بيه، ده ما فيهوش اي مشكله. ممكن اقف في المكان ده وبعد كده اطلع بمسافه سيخ، يعني ارجع مثلا اقول انا مشيت 3 همشي مثلا 6 عشان انا مثلا عايز اقرب من الموضوع، همشي 8 وهكذا. هتيجي هنا مثلا خلينا زي ما احنا ماشيين نقول 12 متر يجيب لي طول السيخ بتاعي، ونروح رايحين دايسين فينش، يروح جاي قايل لك ايه طول السيخ بتاعك، تدوس تاب كده عشان نحرك الموضوع، وتروح جاي محرك ده لفوق كده شويه بحيث ان انت تبين مكان الوصله. هما كده العمودين دول بس اللي هيكون عندنا فيهم مشكله، والعمود الثالث ده هنيجي بعد كده هنكمل تاني بالباص، نروح معلمين على دوت ونرسم اهو، وبعدين طبعا نروح قلبين ده. طيب انت لما تيجي تعمل دلوقتي ال 12 متر تلاقيهم خرجوا منك بره، وخلي بالك ان انت عندك كان في سيخ انت واخد منه 3، فممكن تقول له دوت طب 9، نشوف كده 9 هتودينا فين. جابتنا في مكان زي ده، لا برضو مش هينفع، فممكن نخلي الموضوع مثلا 6 متر او نخليه 8 متر، فيجي معانا بعيد تماما، و8 و3 يبقى احنا كده هدرنا متر. تيجي تدوس فينش وتاب وتمسك ده، وخلي بالك انك انت لسه هترجع متر، يعني احنا ممكن نفتح تاني الايديت باس ونروح راجعين متر طبعا عشان نعمل الوصله. وهنا بقى الوصله لازم تكون 60 الفاي كامله، لان احنا عندنا في منطقه عزوم كبيره جدا، فهنرجع طبعا 1 متر، ممكن تكتبها كده بالكيبورد. طيب هتلاقي طبعا ان احنا عملنا وصله، طبعا انا ما افضلش حاجه زي كده، وهنشوف طرق تانية تحل حاجه زي دي. وعملت ال1 متر، ممكن تخليها اهي 9 متر دلوقتي. بعد دوت خلاص انا اقدر اجي اوصل كده 9 متر و3، يبقى انا كده هاخد 3 متر هنا بس او مسافه معينه. تعال نشوف باص وناخد ده ونروح جايين معلمين بدوت 3 متر، ونروح جايين من هنا كده. طبعا هنلاقي بقى ان الوصله صغيره قوي، وبالفعل انت هتقطع سيخ، فممكن تروح مزود دوت كمان متر لانك انت خلاص خلصت، وتعمل حاجه بالشكل دوت. لكن لو انت كنت سبت الوصله دي فهو الكود بيقول لك 75%، يعني 7.5 سنتي، سوري 7.5 سنتي في المكان دوت، او انك انت عايز دي منطقه ضغط فتروح عامل فيها الوصله ال 40 الفاي. هنخلص وندوس فينش، ونيجي بقى بعد كده تلاقيك بتتحكم بقى في الموضوع بسلاسه جدا، يعني كل اللي انت تعمله تمسك ده وتروح جاي كده. خلاص بقيت انا عارف ان السيخ ده هيربط متر مع السيخ ده، والسيخ ده هيربط متر مع السيخ ده، ودول ممكن نرجع بيهم كده، وبعدين ادوس تاب واخد ده اروح جايب القيمه بتاعتي هنا 80 فاي 16. طبعا في هدر بقى عندنا، ممكن الهدر ده تستخدمه بقى في الاتجاه التاني، وزي ما انت شايف جت نقطه عندنا كانت ضعيفه، والمكان بس هي من الطرق طبعا ان انت بتكون مور سيف، ولكن فيها بعض المشاكل، وده بيخلينا ان احنا ممكن نمشي لحد مسافه معينه ولحد مسافه معينه، ونيجي ناخد في الشريحه دي لحد 12 متر، وده هنشوفه في الفيديو اللي جاي.